شوفوا الحشوة شلون طلعت. تم. بسم الله. اوه والله يا شباب بدون مجاملة من اطيب المحاشي اللي اكلتها بحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبختنا محشي، وفي نقطة للناس اللي تشوف صعوبة بحفر المحشي. شوفوا بسم الله. أول شغلة أنا هدول غسلتهم الباذنجان والكوسة، وبما إني أنا ما بحب الباذنجان كثير فحطيت 10% تقريبا بس باذنجان والباقي كله كوسة. أولا شوفوا عنا هالماكينتين، شايفين؟ هاي هيك من هون مدورة من تحت للتفريغ، وهي مشان للأعورة. تمام معي؟ أوكي. طيب أهم شيء إنه تمسكوا هاي الأعويرة عالساوي. شوف طبعا هاي للناس اللي بتظن إنه أعورة المحشي ترى صعبة، وهي كثير سهلة، موضوع سهل. شوف هاي الماكينة خلصنا منها مبدئيا، خلصنا. تجي على الأعويرة. شوف أهم شيء إيدك تكون الإيد اللي كامش فيها الأعويرة تكون طرية، ما تكون ماكنة كتير مشان ما تطلع من الطرف الثاني. شوف صاروا بروح وبجي. أهم شيء تكون إيدك هاي طرية، تكون إيدك أو إيدك يعني ليش عم بحكي بصيغة شباب، تكون الإيد طرية على الماكينة وبس هيك. باين عليكم الملمس، صارت رقيقة. طيب راح اخلص هدول وبرجع لكم، يعني مو معقول اخليكم معي لحتى اخلص كل هدول. راح اخلص هدول وبرجع لكم بالحشوة. طيب وهيك وين رايحة، وهيك كون اعورنا المحشي كله وغسلته مثل ما انتم شايفين. هلا بننتقل للمرحلة الثانية، ويلي هي بس هون، ويلي هي الحشوة. نجيب الرز. هون طبعا انا عندي رز منقوع ومنشف يعني مصفى، وعندي هون لحمة مدهنة شوي، لحمة خروف. طيب الرز، ومنجيب الصلصة. اوكي هي عدتنا هيك، بهار اسود، ملح، فلفل حمرا، دبس بندورة. اوكي وهي الثوم. بالنسبة للثوم راح احط نص الثوم جوا يعني جوا الخلطة جوا المحشي، والنص الثاني برا مع المي. خلينا ندق الثوم، شوية ملح، معلقة ملح مع الثوم عشان ما يصير طبعا. هيك الثوم جاهز، بنحط نصه، يعني هو مو على البيبن، بنحط نصه جوا الحشوة، والنص الثاني بنحطه برا. نفتح خلينا بس. طيب وهي الرز راح افرغه جوا اللحمة. ترى البهارات والمقادير جدا بسيطة يا شباب يا جماعة، البهارات والمقادير جدا بسيطة ترى. هاي فضينا الرز هون، تأكدنا انه فيها شي. حط 3 معالق دبس كبار، دبس بندورة 3 معالق كبار.
ونص. بالنسبة للبهار الأسود يعني فلفل أسود تقريبا شي معلقة ونص صغير. ملح هاي 1. احنا حطينا معلقة مع التوم، هاي 2 3 بس 3 معالق، وهيك معلقة صاروا 4. فلفل اختياري، يلي بحب الحد ويلي ما بحب الحد على كيفكم. 1 وهاي 2، انا بحب الحد. وهاي 3. خلينا نشلفت. طيب شيل هالبهارات فوق من هون. استعمل زيت عادي شوي بس. اصلا هي اللحمة مدهنة، بس هذا الزيت مشان تبلة تعلق تعشق ببعضها. لحمة مدهنة شوفوا ما شاء الله. طيب نيجي لمرحلة الحشوة. هي طعمها حلو. طيب بالنسبة للحشو خليني ايش اسوي لكم مشان اشوفكم. طيب بتشوفوا هيك اشوفكم لا تاكلوها. وترى لا تكبسوا الرز، يعني حشوة المحشي ما بصير تنكبس لجوا، يعني بس لازم يكون في هواء بين الحشوة، بس انكبس بفزر. هيك وصلنا للنص كفاية. لا والله هي ما وصلنا فيها للنص، هي كبيرة. هيك مفروض وصلنا للنص. شوفوا مبين معكم؟ ما أظن رح يبين. المهم ها شوفوا النص للنص الحشوة راح تنفش توصل للتم. هيك وخلصنا أول وحدة. أنا عندي هون هي شوية لية راح أحطها بقلب الطنجرة. شوية أخضار مرتبات جبتهم من عند القصاب اليوم، حطهم بأرض المحشي. هدول ألذ شي بالأكلة، تبرك تفصصهم هيك بعد ما تشبع، هدول بكونوا ألذ شي. طيب بلش صف. كوسة كمان نفس الشي طبعا للنص. مو توصلوا الرز للتم وتجي تقولوا لي الرز المحشي تفزر، ترى للنص الحشو. شوفوا ما بعرف الكوسة يمكن بيضة تبين معكم، الحشوة للنص. ها شايفين؟ طيب هيك خلصنا الحشوة. طلع ما شاء الله. هلا ننتقل هاي نفس الشوربة او المي. مية راح نحطها فوق المحشي. بسم الله. في ناس بتغلي المي وبتحطها فوق المحشي، وفي ناس بتحط المي باردة. انا بفضل المي باردة تغلي المي مع المحشي. وهلا بفرجيكم قديش لازم تكون نسبة المي فوق المحشي. حطينا تقريبا شي معلقة او معلقة ونص ملح، شوي فلفل اسود، هذاك شوي. طيب وهيك صارت المي جاهزة. بس قبل المي في شغلة لازم اعملها.
واللي هي افرم ليمونة تعطي حموضة للمحشي. بسم الله يا كريم. الماء لازم تكون تغمر المحشي كله. هيك ما في داعي للدبس ولا في داعي لشيء لأنه صار كتير دبس، بس راح يفرز من قلب المحشي. هيك خلصنا. طيب وهيك هلا ضل عنا بس المحشي نحطه على النار. طيب بسم الله يا كريم. وطبعا هيك بعد ما حطيناه على الغاز تقريبا شي ساعة على نار عالية، بس غلت ميته رح ننوس عليه النار كمان شي ساعة. في بعض بس خلينا نشوف. طراوة بسم الله، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هلا بننوس عليه النار، بننوس عليه النار على نار هادية، نخليه كمان تقريبا شيء تقريبا شيء 40 دقيقة. طبعا انا خليته يغلي هيك ساعة كاملة، وهلا تقريبا شيء نص ساعة على 40 دقيقة لازم يتم على نار هادية، ونفرجيكم النتيجة النهائية. وهلا هيك استوى معنا المحشي. بسم الله، طفيت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشيلها ساخن. بسم الله ما شاء الله. شوفوا شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. خليني افضيه بصور لكم النتيجة النهائية، خليكم معي. وبس هيك كانت النتيجة الأخيرة المحشي. شوفوا ما شاء الله. خليني حتى أنا ما بحب الباذنجان، نجرب كوسة أعطيكم رأيي بدون مجاملة. بسم الله، شوفوا الحشوة شلون طلعت. تم. بسم الله. اوه والله يا شباب بدون مجاملة من أطيب المحاشي اللي أكلتها بحياتي. جربوها وأعطوني رأيكم فيها. وبس هي كانت وصفتنا اليوم، ويعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة. لا تنسونا من دعمكم. كان معكم شيف محمود، والسلام عليكم ورحمة الله.